لقد كانت المخاطرة كبيرة، وكانت التضحيات عظيمة، ولكن النتائج المحققة لمعركة هذه الساعات الست الأولى من حربنا كانت هائلة. عدى النهار والمغربية جاية تتخفى ورا ظهر الشجر، وعشان نتوه في السكة شالت من ليالينا القمر. ولقد اتخذت قرارا أريدكم جميعا أن تساعدوني عليه. لقد قررت أن أتنحى تماما ونهائيا عن أي منصب رسمي وأي دور سياسي، وأن أعود إلى صفوف الجماهير وأدي واجبي معها كأي مواطن آخر. يوم 4 يونيو صدرتنا الأوامر من إن احنا نتخذ مواقع دفاعية. مواجهتنا مستعمرة اسمها مستعمرة كرم أبو سالم. كنا بنشوف الأضواء بالليل بتاع المستعمرة دي. ليلة 5 يونيو كانت فيه نقطة استطلاع قدامنا مكونة من نقيب وضابط وكم عسكري. اندفعوا قدامنا فجابوا معلومات إن العدو بيتحرك وبيجهز للهجوم. حاولوا يتصلوا بالقيادة ورا، مفيش رد، مفيش اتصالات. جات لنا تعليمات بالانسحاب للضفة الغربية. انسحاب غير منظم، لا فيه قيادة ولا فيه حد تاخد منه تعليمات ولا أوامر. طول الليل عاد ليلة 6 يونيو دي مشينا من رفح، من الموقع اللي كنت فيه ده رفح لما القرب للعريش خدناه في 3 أيام. والوحدة بتاعتنا الكتيبة بالكامل احتلت في حتة اسمها الجناين. الجناين دي عبارة عن شجر، عملت اختفاء ذاتي بطبيعة الجناين. قالوا السفير الروسي جاء مصر وجاء وأمر بضبط النفس. صباح 5 يونيو بصينا لقينا الطيران والدبابات الإسرائيلية هجمة علينا لحد ما قعدنا 6 و7 و8 و9 و10. أبدا أبدا بلدنا للنهار بتحب موال النهار. أبدا بلدنا للنهار بتحب موال النهار. أنا دخلت سلاح المشاة وتم ترحيلنا إلى الجبهة بعد أداء التدريبات الأولية. في الفترة دي كانت معركة الاستنزاف على أشدها. احنا كنا بنطلع السجر، كان في سجر على القناة في منطقة الجناين دي، كنا بنطلع السجر بالقناصات ونضرب برضه في الإسرائيليين. طيار إسرائيلي يحب يتدرب يطلع على الجبهة المصرية المباشرة لقناة السويس من بورسعيد جنوبا إلى مدينة الإسماعيلية شمالا. كانت هذه المنطقة مسرع عمليات لتدريب القوات الإسرائيلية، تدريب مباشر على الجنود المصريين. وأذكر كمان إن هم بالليل كان في ضفادع بشرية بيعدوا، كنا بالقنابل اليدوية بنرمي عليهم في القنال.
وطبعا دلوقتي احنا ملجمين، وقف اطلاق النار ملزمين به، مش قادرين نضرب. يجيبوا البنات الاسرائيليات ويفرشوا على الساتر الترابي ويعملوا عمليه اثاره للجنود المصريين، ويجيبوا اكل وحاجات يعني احنا محرومين منها ويلقوها مباشره في القناه، ويجيبوا حاجات مثيره لقتل الروح في الجنود المصريين. سنة 70 عندما عبرت قواتنا من غرب القناة إلى شرق القناة، وقمنا بأسر ضابط إسرائيلي يدعى ديفيد ليفي بن حاس، وكان هذا يوم سبت. وقام الزعيم الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في خطبته أن هذا اليوم السبت الحزين على إسرائيل. فدائي 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 أهدي العروبة دمائي ومت أعيش. والحقت بالكتيبة 150 مشاة، وهذه الكتيبة كانت تابعة للواء 90 الفرقة 18، وكانت تحت قيادة الراحل اللواء فؤاد عزيز غالي قائد الفرقة 18 مشاة. كان الله يذكره بالخير نقيب عبد العزيز ثعلب معوض ثعلب، كان هو قائد السرية، وكان يجيب الجراكن البلاستيك ويحطها على أرضية من الخشب ويربطها بالحبال، ويختار مجموعة من الجنود اللي هو يثق فيهم، وحتى بدون أوامر قيادة الفرقة حط السلاح بتاعنا فوق الأرضية الخشب اللي تحملها الجراكن البلاستيك، ونعدي الشق الثاني ناخد معانا حاجه من بتاع العرجون بتاع النخل ده، على اساس ان احنا نموه مكان خطواتنا، علشان ان اليهود بيعملوا دوريه صباحيه بيفوتوا على الساتر الترابي كل يوم ويشاهدوا الاثار، وهم كانوا دهاة في الموضوع ده. فكانوا هم بيعملوا مواقع تبادليه اليهود قدامنا، ويحطوا فيها لمبات مضيئه على اساس ان نعتقد انهم هم محتلين جميع الخط من الكاب مثلا للتينه. وفي الحقيقة ان هم ما بيبقوش الا داخل العربيات المدرعة، وبالليل كلهم بيبقوا داخل النقط الحصينة. والنقط الحصينة اللي كانوا قدامنا في المنطقة دي 3 نقط رئيسية، نقطة الكاب ونقطة التينة، ووراهم نقطة مثلث اسمها النقطة 19. كان في هذه المنطقة واحنا هناك في التينة، فكان في كلب أصيب، الكلب ده واتقطعت رجله، فكان يسمع صوت الطيارات وهي بتسخن في مطار بلوزة، الكلب ينيص كده ويعمل صوت ويلف حوالين، مع كتر تكرار العملية ويسبقها أو يلحق به الإغارة الجوية. عرفنا ان احنا الكلب ده عنده ميزه اكتر مننا احنا البشر، وكنا اغلب العساكر كل واحد يتبرع لهذا الكلب بجزء من تعيينه علشان يحافظ على حياه الكلب، لان فعلا الكلب ده كان بيأدي خدمه جليله واللي سخره ربنا سبحانه وتعالى. خدونا على القناه اللي نبص على الشاطئ الثاني قبل ما نتحرر، كان بيبص منظر الرمله جميل جميل جميل، حاجه ازاي دي تتاخد مننا. يعني كان عندنا شعور ان احنا دي لازم تعود تاني للوطن، ودي اللي كنا اي ثمن الحياه، الموت او الحياه للعسكريين دي مش قضيه، احنا هي ده شغلنا، نموت او عيش ده لا هو ده عملنا. كانت القوات المصريه في هذه الفتره اللي هي قبل وقف اطلاق النار معاناه لا يقدرها الا الرجال اللي خاضوا هذه المعارك وشاركوا فيها. وسط المخاطر هناك مكاني، وسط المخاطر هناك مكاني، والنصر عمره ما كان أماني. جوه المواقع بين المدافع، جوه المواقع بين المدافع، وسط القنابل أنسف أقاتل، وسط القنابل أنسف أقاتل، وسط القنابل أنزف أقاتل، وأموت أعيش ما يهمنيش، أموت أعيش ما يهمنيش، وكفاية أشوف علم العروبة باقي، باقي علم العروبة باقي. فدائي بشاير الحرب 73 في استكمال المعدات
او المتاح من المعدات، لان احنا فعلا ما كانش عندنا المعدات الكافيه، لكن اهو خدنا ما يمكن استخدامنا من الدبابات القديمه اللي كانت موديل 34 اللي اشتركت في الحرب العالميه الثانيه لغايه احدث الدبابات. بمقابل ذلك كان برضه جوانا بعض شويه الصواريخ اللي هي صواريخ المولوتيكا الروسي اللي كانت مضاده للدبابات، ودي كانت مؤثره وفعاله جدا في حرب 73. بدأ التجهيز ل 73 حرب اكتوبر 73. كنا بنعمل مشاريع بيسحبونا من على القناه ونروح الرياح البحيري، يعني مكان مشابه لسينا، والرياح البحيري زي القناه كنا بنتدرب على العبور وعلى الاعمال القتاليه في المكان ده، ونرجع تاني على القناه. كل شغلنا ان ننشئ مواقع لحد ما بقيت اشتغل ليل ونهار على وش الميه، اعمل مواقع بالليل على وش الميه بالليل، وبالنهار كنت اشتغل ورا. بدأ استدعوا قوات اللي هي في تدريبات في فرق، وقفوا الاجازات الخارجه من عندنا، استدعوا الاحتياط اللي بره، كل دي حاجات يعني ايه دلائل تشير بان فعلا في معركه. قبليها بقام بحوالي اسبوع على ذمه طالعين مشروع، مش طالعين على ذمه معركه، طالعين على ذمه مشروع. ودي كانت لفتة ذكية من المخابرات والقيادة العسكرية، ان الناس اللي جاية من التدريبات وراكبة في القطر الحربي وجايين من الفرق من الاسماعيلية ومن العباسية ومن خلافه، احنا رايحين نحضر المشروع التدريبي، وان المشروع التدريبي ده 10 ايام وهنرجع المعسكر يوم كذا، والعساكر تغني مع بعضيها في القطر الحربي، وبالتأكيد في ناس مدسوسة في وسط القطر الحربي ده تتلصص الاخبار دي. بالتأكيد كان زي ما احنا لينا عملاء، كان هم ليهم عملاء في الفترة دي. جات الناس والعمليه اتقفلت على الداخل والخارج، وبقينا احنا وهم وربنا سبحانه وتعالى. رحنا العمريه، رحنا اسكندريه، ومن اسكندريه العمريه. في العمريه لقينا القطر بضاعه طويل واقف راكبه عليه الدبابات بتاعتنا والاسلحه والذخيره وكله، ما عليكش غير انك انت تركب. رايحين فين الله اعلم. اوامر القائد جت الساعه 2 بالليل، حمل اطلع كول. طلعنا كول حوالي 300 عربيه، وطلعنا بيها على الجسر السريع ودخلنا بيها، فضلنا ماشيين في الطريق العمومي لحد ما رحنا طنطا. ما كناش نعرف اي حاجه لا حربه ولا غير حربه الا بعديها بيوم واثنين، ما كناش نعرف ان الحربه قامت او ما قامتش. جاءت تعليمات مشدده بالظهور بمظهر التراخي التام، ما فيش واحد يطلع بشده القتال فوق الستر الترابي، ما فيش واحد يطلع بسلاح، ما فيش واحد يطلع بخوذه، علشان هم ما يشكوش فينا. بل بالعكس في اليوم الاخير اللي هو اخر يوم 5 اكتوبر ويوم 6 في الصبح، جاءت تعليمات بان بعض الجنود يخلعوا الملابس بتاعتهم وينزلوا يستحموا في القنال، وطلعوا 3 4 من الزملاء يضربوا بعضهم بالطين فوق الستر الترابي وبتاع. طيب 5 اكتوبر في عساكر من عندنا على القناه، من ضمن الخدع اللي بيغسل وينشر هدومه على السلك، برضه ناس بتلعب كوره. ده كله تضليل للمخابرات الإسرائيلية، لأن قدامنا القناة عرضها بتاع 200 متر، وهم في الأماكن بتاعتهم بيراقبونا. كان في رمضان. كان هنا القيادة الإسرائيلية في مأزق، يعني إحنا على أصغر مستوى كنا مدركينه، إزاي هم وصلاهم تقارير بيقولوا إن مصر بتفكر في حرب، وإزاي الناس اللي على الجبهة يبلغوهم ويقولوا ما فيش حاجة قدامنا والمصريين بيلعبوا وبيضربوا بعضهم بالطين وبتاع. وفعلا كانت فعلا دي خطة ماهرة من القيادة العسكرية والسياسية في التمويه على العدو. حوالي الساعة 10:30 وجابوا لنا تعيين وقالوا الناس تفطر. نفطر ازاي؟ قالوا احنا هنحارب، وساعة الصفر الساعة 2 هنحارب. يعني ايقنا ان في حرب صح. جات الجوارب في الليل يوم 5 اكتوبر في الليل، ونزلت ورا المبنى بتاع السكة الحديد، نفخنا الجوارب واستعدينا
وطلع علينا اليوم الموعود اللي هو يوم 6 أكتوبر. لما فجأة لقينا الطيران المصري ابتدى يضرب في سيناء، فطبعا كانت الفرحة عند العساكر اللي قاعد 6 سنين واللي 7 سنين واللي 8 سنين، ما كانوش متخيلين ان في معركة. طبعا اليوم ده مهما حكيت لك ومهما قلت لك لا يمكن هقدر اوصف لك مشاعر الناس، عشان كل مصر كانت بتقول ان مفيش معارك، مصر خلاص انتهت. لما شفنا الطيران وهو داخل وبصينا لقينا سينا دي شعلة نار، ابتدت العساكر لدرجة العساكر ابتدت تخش مني في الجوارب مع المشاة. 6 أكتوبر الصبح طبعا كل واحد فينا عارف مهمته، كل مجموعة متقسمة، وطبعا وصلنا إلى أن جاءت الساعة 2 إلا 5 والطيران عبر والمدفعية اشتغلت. فكانت القصفة الأولى عبارة عن 45 دقيقة. الساعة 8 ابتدت الجوارب المطاط تيجي أفراد تشيلها من ورا القلب المطاط ده يتطبق ويتنافق على القناة في الساتر بتاع القناة، وتشونت أدوات العبور. الساعة 1 اتسللنا وفيه منفاخ نفخنا الجوارب. الساعة 2 حصلت قصفة عبر الطيران، موجات طيران عبرت، هليكوبتر حامل أفراد صاعقة عبروا ونزلهم. احنا كنا في حتة اسمها الممرات، رماهم في الممرات اللي احتمال تقدم العدو منها، دي صاعقة ومظلات اترمت بالهليكوبتر. حصلت قصفة المدفعية قصفية شديدة تحت ستر نيران الطيران والمدفعية. ابتدينا احنا المشاة نركب الجوارب وعبرنا الضفة الثانية. أول سلاح دخل سينا كان سلاح المشاة، فقالوا انتوا هتفتحوا خط بارليف ده هو بتاع المشابير بتاعت المية اللي هي زي الخراطيم زي بتاعت المطافي، كنا بنتدرب عليها لينا بتاع سنة وشوية. فبصينا لقينا السرية من عندنا دخلت بالمشابير وابتدت تفتح في التراب بتاع الساتر. وجات اللحظة الحاسمة ونزلنا الجوارب في المية. كان الجارب الأولاني اللي هو فيه 17 واحد، أنا كنت ضمنه في التشكيل. كان في قائد الفصيلة الله يرحمه استشهد، الملازم أول محمد عبد العزيز عثمان ابن كفر الزيات، وكان في شهيد فاروق عبد العزيز ده من الدقهلية، وكان في محمد محمود خليل الشكلي ده رقيب السرية رقيب الفصيلة المشاة اللي هو من إسنة، وكان فيه موسى إمام خطاب من قرية أبو النمرس، وكان في فوزي محمد علي عواد من الشلال من أسوان، وكان فيه عيد بيومي حسن اللي احنا اتكلمنا عنه اللي هو كان قاعد على الخوذة ده ابن المطرية، وكان فيه محمد التهامي أحمد أبو العينين ده من معدية إدكو خط رشيد، وكان في الجانب ده كمان واحد اسمه مرسي سعد العزبي من دمياط، وكان فيه حسين أبو العينين. المهم 17 واحد كانوا جوا الجانب. في اللحظة الحاسمة دي ده الضابط محمد عبد العزيز قبل ما ننزل الجارب قال يا درويش ايوه يا فندم قال خليك في الجارب الثاني. طبعا انا حسيت ان دي صفعه على وجهي وان دي اهانه وان هو مستقل بيا وان انا مش كفء ان اكون في المجموعه دي. قال لي يا اخي احنا لازم نحط البيضات كلهم في سله واحده، ما تخليك انت في الجانب ده واحنا في ده، يمكن احنا نموت وانت تعيش او انت تموت واحنا نعيشوا، لازم يعني نموت كلنا مره واحده. ده احنا قاريين الفاتحه مع بعض، اللي يقعد فينا حي يبلغ اهل اللي يموتوا، عشان بالنسبه للي حصل في احداث 67 وقاريين الفاتحه بيننا وبين بعض كزملاء، عاملين 99% شهداء و1% هو اللي هينجي، يعني 20% اللي هيوصل للشق الشرقي، ده كان مؤكد. لكن رحمه ربنا كانت بينا وبمصر اكبر. كنا 35 نفر
كل 12 نفر مشاة، وراهم واحد مهندسين، قدامهم واحد مهندسين. فتحنا الصخرات وعدينا بعد طبعا اطلاق المدفعيه 60 دقيقه 30 دقيقه. وصلنا النقط، والتاني من ضمن نقطه رقم 6 في اسماعيليه. ابتدينا مهاجمه النقطه بدون خسائر لغايه ما وصلنا فوق. ابتدت تقريبا نص ساعة، كانت اتنصبت الكبار ورانا. خلال من الساعة 2 و3 دقايق في أذان العشاء كان الكوبري اتنصب والعربيات عدت. لما طبعا ربنا مكن سالم غنيم سالم من فتح الثغرة واحنا مشاهدينه بالعين المجردة، كان نزل الجانب الأول اللي هو فيه الخلاصة بتاعة الفصيلة. 17 فرد طلعت منهم، أنا اتبقى في 16. أنا اتضميت في الجانب الثاني، وكان الفاصل بين كل جانب وجانب 10 متر في النزول. كان في الموقع ده بتاعنا احنا 6 جوارب، وفي الموقع اليمين النقطة كان 6 جوارب، يعني 12 جوارب كانت مخصصة للاقتحام نقطة الكامب. خلاص الكلام اني على بال الجارب ما وصل 30 متر من الشاطئ الشرقي من قناة السويس كان الجارب كله غاطس في المية، وكل الناس اللي فيه اصيبت. والجارب غطس ما فيش غير واحدة يعني الجارب ده اصلا بلاستيك، وفيه وحدات مقسم، مش كله زي العجلة العربية كله نفخة واحدة، لا كل قطاع بيتنفخ لوحده. ففيه القطاع القدامي بس هو اللي ما اصيبش، والجارب كله نزل في الميه. والقطاع اللي من فوق ده لا مؤاخذه في التعبير زي الجاموسه اللي بتسبح في النيل عندنا او في الترعه ورافعه بوزه. الجارب ده نزلوا منا 2 وسبحوا في اتجاه العدو في الشق الشرقي. فكانوا الاثنين دول مين؟ مرسي سعد العزبي وموسى ومحمد التهامي احمد اللي اسمه حسين ابو العينين اللي بتاع معديته ادكو خط رشيد ده. دول عدوا. التهامي كان سليم ما كانش مصاب. مرسي سعد العزبي كان مصاب في عينيه بفوسفور من القنابل الفوسفوريه. فكان هم تركيزهم اليهود على الجانب الاولاني. على بال ما خلصوا من الجانب الاولاني ورفعوا طبعا ودي رشاشات ثقيله وعايزه اجنات وبتاع وظبط ومش عارف ايه، على بال ما رفعوا من البتاع ده كنا احنا دخلنا في المنطقه الميته. المنطقه الميته بالنسبه للناس اللي ما عندهم فكره عن العسكريه، لما انت توقف فوق حيط وتبص تشوف اللي بعيد عن الحيط لكن ما تشوفش اللي تحتك. اللي تحتك ده بيسموها العسكريين المنطقه الميته. فكانت بالنسبه للقناه المنطقه الميته هي الشاطئ الشرقي للقناه نفسها اللي في الميل بتاع القناه. فلما احنا دخلنا في الميل ده خلاص اترفعت الاسلحه بتاعتهم الرشاشه عننا، بقوا يضربوا عاد في باقي الجوارب، دمروا باقي الجوارب اللي جايه ورانا، وما عداش من الجارب من السته الا الجارب بتاعنا احنا وجارب المهندسين الاولاني. عبرنا القناه ودخلنا بعد عبور القناه على اكبر، كان المهمه بتاعتنا كنا شغالين مفرزه للجيش. معنى مفرزه للجيش انك انت تدخل تطهر وبعد كده المشاة تحتل وراك المواقع الحربيه. دخلنا على اكبر نقطه حصينه في الضفه الشرقيه كانت بتضرب علينا غربه. اكبر نقطه حصينه، اكبر نقطه عدو حصينه كان اسمها نقطه كبريت. نقطه كبريت اسم النقطه الحصينه بتاعت كبريت. اكبر نقطه قويه في اسرائيل كانت بتضرب علينا في الضفه الغربيه. طبعا هم بيضربوا من المزاغل، بيضربوا نيران كثيفه حارق مضيء لدرجه انك انت في النهار بتشوف الرصاص وهو طالع من كتره. فاحنا بنبص على المزغل اللي طالعه منه نيران وبنولي الماسوره عليهم، نضرب نيران منشنه زي القناصه داخل المزغل نفسه. طبعا احنا ما عرفناش نتيجه العمل اللي احنا حققناه ده غير بعد ما عبرنا الموقع، ووجدنا اكثر من 6 مصابين في وجوههم وفي حيز لا يتجاوز بين الخوذه والرقبه، واخد بالك؟ لدرجه ان واحد لقينا الخوذه نفسها مباشره الرصاصه، اقسم بالله الرصاصه مخترقه الخوذه، ولابس واقي من الرصاص وميت وواخد الاصابه في زوره. طبعا لما احنا ركزنا انا وابراهيم على الجارب على المزاغل اللي قدام مجموعه المهندسين بتاعتنا، ربنا اراد ان جارب ينجو من الجوارب دي وصل الشط. كان في الجارب ده سالم غنيم سالم ده، وكان في الجارب ده واحد اسمه محمد حمزه، وكان في الجارب ده واحد اسمه سمير بركات. دول مشاه وكانوا رايحين حراسه للمهندسين عشان ينفذوا عمليه فتح الثغره.
في الموقع الإسرائيلي. قهرنا النقطة من الأعداء ومسكنا فيهم بعض الأسرى وخدنا المعلومات أو الوثائق اللي معاهم عشان نستفيد منها وطهرناها، وبقينا نستخدم الأسلحة بتاعتهم اللي هي ممشطة وجاهزة. المدافع بتاعتهم اللي في نقطة كبريت دي هي بقينا ناخدها نستخدمها ضدهم. عدينا احنا كام؟ كنا 15، عدينا في حدود 12 اللي طلعنا من الجاري. كانت منهم رشاد مصطفى حسين ده من الشرقية، كامل محمود عبد الرحمن من بلصفورة تبع مركز أخميم سوهاج، عثمان محمد إبراهيم من المنصورية تبع كومومبو. دول كانوا مجموعة الاقتحام وأنا كنت معاهم. المهم إن احنا كنا متقسمين مجموعتين، وطبعا احنا دلوقتي بدون قائد، معناش حد، أنا ورشاد مصطفى حسين. فكان عاد هنا عليك أنت إزاي تستخدم قدراتك واللي اتعلمته كله طوال ال6 سنين، وازاي انت عايز تمشي تحط رجلك مكان قدم عسكري سبقك بحيث انك تضمن انك ما تحطش رجلك على لغم، وازاي انت عايز تحافظ على حياتك بقدر المستطاع عشان تحقق هدف الناس اللي مستنياك في مصر، اللي بيوصلوا بصابون قوالب عاملينها من الطين الازرق والشعب رابط بطنه، واحنا في حاله يعلم بها ربنا، والشعب المصري كله متعلق باللحظه دي، لحظه مش هقدر اوصفها لك ابدا. المهم دخلنا، لما دخلنا على الثغرة كانت لحظة صعبة. الطريق اللي عاملها سالم لا تسع إلا فرد، ولو ملت يمين أو شمال هتقع في الألغام والسلك. فسالم غنيم طبعا فيه في النهاية مجموعة أعمدة واقفة وفيها سلك مباشر أفقي، فهو لو وقف كان يقطع الأسلاك يضربوه، فهو فضل قاعد تحتيها. أول إحنا ما رتبنا عليه خلاص ودخلنا احنا عشان ندخل من الثغره، راح هو جاي وماسك في السلك وراح حاطط الخوذه بتاعته في السلك وعامل كده وحاط ظهره، وطبعا ما انتش عايز عزومه، كل اللي جاي فوق ظهر سالم ويقفز جوه النقطه. الامل المنشود هي ان احنا نقتحم هذه النقطه. كل واحد طبعا جماعه الوقايه احتلت موقعها في اعلى الموقع، واحنا طبعا كمجموعتين اقتحام، كل واحد مجموعه دخلت يمين من برج المراقبه ومجموعه دخلت شمال من برج المراقبه، وبدانا في اقتحام الموقع خطوه خطوه. الخطوه الاولى انك انت بتجيب قنبله يدويه هجوميه وبتضربها، واخد بالك، في زاويه معينه من الخندق. بعد انفجار القنبله دي انت بتقتحم بسرعه المنطقه اللي هي حصل فيها التفجير. احنا خدنا في العمليه دي لغايه قبل الغروب بالظبط، كان خلاص الشمس هتغيب. اثرنا 3 طبيب وممرضه وواحد مصاب اصابه يعني قاتله. الموقع الاسرائيلي كان مجهز ان لا يتحمل ضربه نوويه، يعني لا المدفعيه ولا صواريخ ارض ولا اي حاجه. ولو حكيت لك من دلوقتي لغايه الصبح على التحصينات بالنسبه للناس اللي ما شافتش الموقع ده، حاجات رهيبه ما لا عين رأت ولا اذن سمعت. عباره عن دائره من بره انت تقول عليها دي حاجه صغيره، ومن الداخل اكبر من قلعه صلاح الدين، مزوده بكل وسائل الترفيه والامكانيات من الداخل، ومحاطه من الخارج بكل وسائل الحرب والخداع والدهاء الاسرائيلي والصهيوني بشتى الطرق. جبنا طبعا الار بي جي وضربنا به الباب ما اتفتحش. في قنبله M42 بتضرب الدبابات ضربناها ما اتفتحش. كل الاسلحه اللي معانا جربناها ان نفتح الدشمه دي استحاله. ولو فيه يعني متسع من الوقت احكي لك عن وضع الدشمه دي او وضع النقطه دي. فيها هوايه بتاعت هوا زي الميكروفون، الهوايه دي معموله بسلك علشان الحشرات والطيور ما تدخلش منها. ألهمني ربنا، أنا مسكت البندقية المعدلة فيها السمكي في قصافة كده، فقبيت السلك اللي في الهواية. لما قبيت السلك لقيت قنابل أنا ما أعرفش نوعها إيه، لكن هي شبيهة بعربة البروسول. أتاريها هي قنابل دخان وأنا ما كنتش أعرفها قنابل الأمريكي. يبقى القنابل دي إحنا عندنا ورق الروسي والمصري،
زي الكرتون كده بتاع الصواريخ بتاعت العيال دي، لا هم عندهم زي قلب البرسول. فتحت واحده كده ما معروفه يعني الطريقه بتاعتها، ورميتها في ميل القناه طلعت دخان ازرق. طلعت واحده ثاني بلون مخالف فعدت لون ثاني، عرفت ان دي قنابل دخان. لقيت في شبكه سلك كده بحطوا فيها زباله او بتاع، رحت مليها من القنابل دي ووقفت فوق الدشمه دي ونفتح منها ونرمي جوه ايه الهوايه. اول عد ما زعبرت الغرفه بتاعه الدشمه دي اللي هم متحصنين فيها، راحوا طالعين وفاتحين الباب. اتضح لحسن الحظ انهم ما واخدينش معاهم ايه مهمات الوقايه اللي هي من الغاز. ربطناهم، ده يقول موتوهم، ده يقول نعملوا، ده مش عارف ايه. فقام الجزار قال والله دول اسرى محمد درويش، واحنا اللي يقول عليه محمد درويش نعمله. قلت له والله يا حظابه هينزلوا مصر هتصورهم وسائل الاعلام، واحنا ما تعودناش ان نشوف جنود اسرائيليين اسرى. دول هيكون لهم قيمه معنويه لدى الشعب المصري اكثر من ذبحهم هنا ومحدش يعرف عنهم حاجه. بوجهه نظري دي نقطه. قال لي قلت له النقطه الثانيه ان ربنا مكننا منهم، ودينا لا يبيح قتل الاسرى. واحنا بنقول يا رب، واحنا لسه المعركه ما خلصتش ويمكن يكون لنا اسرى ثاني ونسدلهم. وقال انا مأيد كلامك. وما اجمل ما كانت منظرهم وصورتهم وهم مسلسلين بالحبال يوجهون، ولكن تمت معاملتهم افضل معامله. ابنك يقول لك يا بطل هدي نهار، ابنك يقول لك يا بطل هدي انتصار، ابنك يقول لك يا بطل هدي نهار، ابنك يقول لك يا بطل هدي انتصار، ابنك يقول لك يا بطل هدي نهار، ابنك يقول لك يا بطل هدي انتصار، ابنك يقول لك يا بطل هدي. كانت بيجينا تقارير من الاستطلاع ومن المخابرات الحربية ان العدو مجمع قواته تقدر ب3 فرق، واحتمال هيهجم عن هيخترق الممرات دي. فكنا احنا اسمنا مجهود رئيسي، المجهود الرئيسي ده احتمال تقدم العدو منه، فكانوا عاطينا اسلحه 100. بعد كده بصينا ادينا برضه كانت تجينا التجاريد باول بصينا ادينا قالوا فيه اختراق من جنوب البحيرات، كان شمالنا، كان بيننا وبينه يعني مسافه مش بعيده قوي. حصل الاختراق ده ركز العدو بالطيران، جت عاد امريكا اتدخلت بكل ثقلها لدرجه ان فيه دبابات دمرناها كانت ماشيه نازله في مطار المليز في سيناء ما عداش بتاع 50 كيلو. سحب اللي هو 25 مدرع، ففتح ثغره جنبينا، جنبنا اللي هي الثغره اللي يمكن سمعتوا عنها، في ثغره فتحها اللي هو 25 مدرع. لما انسحب وساب دباباته وساب اسلحته سليمه ونزل، راح اتكدس عندنا في نقطه كبريت. بيجي الطيران المعادي كان بيضرب علينا، كان يجي عشان اتكدس عندنا، كان يجي الطيران المعادي يصور ويجي يضرب ويجي يرمي علينا قنابل. بدت التعيينات تخف، بدت الذخيره تخف، من الثغره ما فيش امدادات. وإذا كان في مدفعية في إسرائيل كنا مسمينها أبو جاموس. في لحظة تنزل دانة، بقيت أنا أعمل كده بصابعي عدد الدانات اللي بتنزل، ودي دانات بالتكال ب100 رط ثقيلة. جاء قائد رئيس أركان حرب اللي هو 90 العقيد صلاح، وجاء معاه رائد اسمه السرجاني من الكتيبة 150، وجاء المقدم سامي سعد سامي، واتلموا قالوا ان احنا عايزين نعمل كمين فيه لواء اسرائيلي متحرك من العمق واحتمال يقتحم مدينة القنطرة من الشمال. دخلنا لما اصطدمنا باليهود وجها لوجه في السلك الشاي. فالنقيب الجزار بيقول للواحد شايفه سين واحد يا دفعة، على اساس انه من السرية الاولى اللي قالوا لنا جاكم من الجنوب. راح راطن عبري واتفتحت ايه نار الله الموقدة. دخلوا ايه بسرية الدبابات دي، واخد بالك، ودخلوا عليها سرية مشاة اللي هي السرية الاولى اللي ما اشتركتش في المعركة اللي فاتت، راكبين على الدبابات لغاية المشاة ما نزلت واقتحمت على السلك
وقعدت تقطع في السلك بالسناكي وبسنانها وبايديها وتخلع في الزوايا، وهم راحوا ضاربين الدبابات من داخل المواقع. اول ما ضربت الدبابات دخلت، استخدموا عاد الرشاشات للمشاة. اول المشاة ما لقي الدبابات اتدمرت والضرب والسوريا يعني يأس واقتحام وانخفضت روحهم المعنويه والناس اتفككت ورجعت. في اليوم ده ما ماتش حد غير اصيبوا 2 من افراد الدبابات ورجعوا عاد كنا وصلنا احنا في الفتره دي، دخلنا على يوم 16 وبدات بوادر وقف اطلاق النار، وبدات حكايه الثغره، وبدات بدل الفرقه 23 مشاه ميكانيكي كان المفروض تعدي من عندنا من المعبر 48 وتعمل تطوير الهجوم في اتجاه الممرات، راحت راجعه وسحبوها في اتجاه الجنوب تاني. جاتنا تعليمات ثبت القوات مكان. لما حصرتنا الدبابات قام رأفت السيد محمد ده الله يرحمه استشهد، مسك الار بي جي بتاعه وطلع وراه المساعد بتاعه اللي حامل القذايف بتاعته ويجري على الدبابات ويضرب دانه وعلى الدبابات يضرب. اول ما ضرب دبابتين 3 على الدبابات والدبابات عرفت ان في عنصر مضاد ليها، راحت راجعه الدبابات تاني في المرابط بتاعتها وبدات في القصف. المهم احنا جه مجموعه رتب اسرائيليين ووقفوا في وسط الدشمن وماسكين طبعا نظارات ميدان وعسي وبتاع وبيشاوروا في اتجاه مدينه القنطره. فزنكلوني قال يا درويش، قال دول فيهم مش ديان. قلت له يا ابن الكلب احنا ما حدش هينقذنا، والله يدبحونا بالمواس. انا ليه؟ قال لي يدبحونا بالمواس يضربونا بالمراكيب، انا هضربهم وبعد كده يكون ما يكون. يهديك يرضيك. حاولت اسيطر على الواد على ان احنا 3 أفراد أو 4 أفراد وما نعرفش مين حوالينا، الناس اختفت كلها، اللي طرطر واللي رجع واللي احتفر في الارض اختفر. المهم قام صاحبنا جاب المدفع المكنه شريطه 250 طلقه وحطه وسط الشوك وظبط أجنة الارتفاع بحيث ان الرشاش ما يرتفعش زياده عن المعدل ولا ينخفضش، وحط حاجه اسمها قوس الانتشار، مسمارين كده بيثبتوا، وجابهم في المرمى المؤثر بتاعه. طبعا احنا لو انت عمرت البندقيه عشان تحط خزنه جديده كامله تبص تلاقي التكه بتاعه السجاده يسمعها مسافه ما زي السور ده 50 متر 30 متر. حملنا البنادق على دينا لغايه ما ركبت الخزنه والسجاطه بايدك وبتاع. والمهم يلا 1 2 دب، راح هو ضارب الشريط بالكامل ال 250 طلقه، واحنا كل واحد فينا ضرب الخزنه وغبرت الدنيا ورحنا مختفين تحت الارض. بصينا لقينا 3 طيارات هليكوبتر نزلوا في الموقع وهاصت الهيصه، واحنا ما عرفناش اللي حصل. هم بقى ما كانوا يجعلونا متنا او مشينا، بدأوا هتضربوا لك يا أستاذ الضرب المساحي في المنطقة، كل 4 متر دانة بالمجاز. والهاون ده اللي بيضرب من خلف السواتر، يعني ما بيضربش مباشر كده. فأنت قاعد كده وأنت قاعد في حفرة برميلية صغيرة وأنت بتشوف الدانة وهي جاية، والدانة جاية من فوق وأنت داخل الحفرة البرميلية، لا قادر تطير يمين ولا قادر تطير شمال، والدانة جايه تتهادى فوقيك مع سرعتها، تتهيأ لك ظهره وهي نازله عليك، دقات قلبك توقف. انا جاني صرع وصدت بنوبه عصبيه فيه اليوم ده من قذائف الهون اللي بتضرب علينا واحنا مش قادرين نتحرك. المهم اللي يكرم ربنا وتنزل جنبه يتشاهد ويقول الحمد لله يا رب اللي هي جت بعيد عني. احنا كنا في عز اللهاليب الجايده دي وفي عز الضرب علينا، كنا بنطلع لمؤاخذه نعمل نسف وتدبير في عمق دفاعات العدو جوه في سينا. كنت رقيب مساعد للضابط، فاعطت امر للحامل الرشاش ده اشتبك، فضرب، اشتبكنا مع الجماعه اللي بيضربوا علينا دول، فجو ساكتين. ظل الوضع ده بتاع 4 أيام، لما انسحبت النقطة الإسرائيلية من قدامنا انسحب ورا. دخلت تعيينات ودخلت ذخيرة ودخلت أسلحة اللي اتضربت. فإحنا كنا نعمل قواعد الصواريخ. الموقع كنت أعمله بالشكاير والرملة. الصبح يتضرب، نسهر عليه طول الليل ويطلع لنا اول ضوء الفانتوم يروح جايب عليه وطيح. واحنا بننشئ المواقع
فكان الطيران الفانتوم اللي هو الطيران الحديث بتاع إسرائيل كان دايما يضربنا بالليل، عشان هو يضرب ليل ونهار، فكان دايما يضربنا بالليل. فكان كل شغلي وانا بالليل بالضرب، واستشهدت مني ناس. وبعدين بقيت المجموعة بتاعتي عشان أتمم عليهم بعد كل غارة أقول مثل المجموعة دي مكونة من 10، أعد المجموعة الأولى يقول 1 2 لحد 10، أقول المجموعة دي سليمة. واحد غطس ما قالش نمرته أعرف إن ده استشهد، أشوفه استشهد فين. حصل عاد العدو مشى على الطريق مصر، طريق بورسعيد اسمها ايه دي؟ اللهم صل على النبي، طريق السويس الاسماعيليه، واخترق ومشى من ورانا، فاحنا اصبحنا شرق القناه والعدو ورانا وغرب القناه. ضرب علينا حصار. شاءت المقادير لما العدو تحرك ودخل شوارع مدينه السويس، وهناك في مدينه السويس كانت فيه مقاومه ومقاومة شديدة والمقاومة الشعبية، وواحد اسمه الشيخ اللهم صل على النبي مشاريب سلامة كان مجمع وعمل مقاومة ودمر الدبابات اللي دخلت الشوارع بتاع مدينة السويس. المحطة بتاعت ال40 اتدمرت فيها دبابات وعربيات بتاع العدو، اضطر العدو للانسحاب واحتل خارج مدينة السويس. كان بيتصرف للعسكري الدركن المية اللي 20 لتر كان بيتصرف على كم 103 فرد. كوباية الزمزمية دي كان بياخدها الفرد، وباقي بقسماط بسكويت بقسماط، وعلبة فول أو علبة خضار في ال 24 ساعة. كان الرغيف بيجينا نقسمه على 6، اللي ياخد له جزرة، احيانا اللي يستشهد كنا نبحث له وندفنينه وسطينا وسط الموقع اللي احنا فيه، ونيجي حاطين فوق راسه الخوذه. ندور نفتش في كمان الزباله بتاع اليهود اللي سايبينها، اللي يلاقي له علبه مربى دي مصديه يفتحها ياكلها، برتقانه يابسه، شويه فتافيت مرميين. كتبت الضرب علينا، يئست، قلت لا ده الموت افضل، وابتديت انام في الطل كده، مش في ساتر ولا حفره ولا مريه ولا خندق، في اي مكان انام، افرش مشمع وعلى البطانيه وعلى الرمل واروح نايم. بقيت اتمنى الموت في اي لحظه، دي كرهت الوضع اللي احنا كنا فيه، كرهته من كتر الضرب. دي اسرائيل قالت فينا بالفانتوم لما شبعت. وبعد كده ربنا سبحانه وتعالى عمل الطريق بتاع الامداد ده. في الفترة دي عاد نفد مننا، مفيش مؤن، مفيش الاكل، خلصت التعيينات، خلصت. حصلت مفاوضات في الكيلو 101 وقف القتال ودخول المؤن والتعيينات للجيش الثالث. وقعدنا استمرينا في الحكايه دي الى ان ابتدى يجينا امداد من جبلي، طريق رملي، اتعمل طريق صناعي من جزيرة شندويل اللي هي جبل 7 صهاج لحد ما تخش السويس. ابتدينا عادية الذخيرة تيجي والامدادات تيجي لحد 22/10. حصل يوم 22/10 واحنا راجعين من بعد تنفيذ العمليه، القى علينا الطيران الاسرائيلي بعض القذائف اللي هي ال1000 رطل، قنابل اللي اسمها 1000 رطل. القنبله ال1000 رطل لما تنزل تعمل حفره 7 متر وتعمل نافوره شظايا تصيب على بعد 150 متر اصابه قاتله.
فاصبت انا واحنا راجعين من العمليات، اصبت طبعا. النقطه الطبيه عندنا حاجه اسمها النقطه الطبيه في الصاعقه، تاخد المصابين توديهم ورا عند نقطه كبريت، ونقطه كبريت ورانا في حاجه اسمها زودياك مطاط تنقلك توديك مستشفيات السويس. اثناء وهم ناقليننا مودينا عشان نروحوا الزوارق بتاعتنا الحربيه دي عشان خاطر تودينا المعبر، وهي راجعه العربيه احتكت بقول اسرائيل، خدوا العربيه بالسلام اللي شايلينها بكله رحت اسرائيل. بعد كده ابتدت تنتظم حكايه الامدادات والتعيينات تخش لنا. كانت بتخش حاجات ضعيفه خالص لدرجه ان اللي قاعد شهرين محدش بس يعني انا كنت عاوز احلق دقني، ابص الاقي غطا الزمزميه املاه ميه وبالصابونه تغسل وشك تغسل وتيجي داعي وشك بفوطه مفيش، ده استحمام الى شاء رب العالمين. واحنا في الموقع ده والمدانات بتاع المدفعيه كانت بتتساقط، فكانت بتعمل حفر في الطريق الاسفلت بتاع ممر الجدي، وربنا كتب لنا رحمه من عنده. جاء مطر، المطر نزل اتجمعت في الحفر دي ميه وما استمرش كتير بتاع ساعتين، فرحنا ورمحنا بقينا ننزح الميه من الحفر دي ونخزنها في المخل. ويحضرني ما حدث من احد الطيارين الاسرائيليين اثناء معركه المنصوره ومعركه بورسعيد، فتم اسقاط طائره هذا الطيار الاسرائيلي، وهو طيار محنك كان يقاتل في فيتنام وكان يقاتل في عده معارك مع امريكا واسرائيل. واذا به عندما ينزل اول سؤال يسال: اين الطيار الذي كان يحاورني؟ لماذا؟ اصر على ان يرى الطيار الذي كان يقاتله في السماء والذي اسقط طائرته، واستمرت معركة تزيد على 20 دقيقة بينهما. وإذا به يراه ويقبله ويقول له: ليس لدي أي شيء سوى أعطيك ساعتي الذهبية، أغلى شيء عندي هدية لك لتفوقك ولقتالك ولفراستك في القتال. وهذا ما أبداه العدو قبل الصديق. علبة ذخيرة بتاعت رشاش إسرائيلي هرست، ودي كانت في الموقع اللي احنا اقتحمناه في 6 اكتوبر 73 في منطقة الكاب، وعليها علامات جيش الدفاع الإسرائيلي. وأنا حاليا بستخدمها كحافظة أوراق تحط فيها شريط الرشاش ويتعلق في الرشاش. أما بالنسبة للكتاب ده عبارة عن كتاب توراة خاص بأحد الأسرى واسمه إبراهام كتاز، وعليه علامات جيش الدفاع الإسرائيلي. دي تحقيق شخصية أو هوية خاصة بجندي إسرائيلي اللي احنا كنا في الأسر اسمه إبراهام كتاز، وحاجات دي بسيطة جبتها للذكرى والهوية بتاعته. السفارة دي كانت عبارة عن وسيلة إنذار معلقة في الرشاش اللي أطلق النار أو اللي قتل معظم زمايلنا، ومرسوم عليها العلامة بتاعت جيش الدفاع الإسرائيلي. أما الحاجة دي بتاعت الغوالي الشارتين دول هي رتبة الملازم بتاعت الملازم أول محمد عبد العزيز عثمان قائد الفصيلة بتاعنا، واستشهد في المعركة يوم 6 أكتوبر في الجوارب الله يرحمه. ودي إشارة بتاعت سلاح المشاة اللي بيعلقها الضابط على الكرافت بتاعه برضه بتاعت الضابط محمد عبد العزيز الله يرحمه. وطبعا انا اخذتهم من البدله اللي هي بدله السفر اللي كانت مركونه في الادوات بتاعته بعد المعركه وبعد ما استشهد. الحرب ما تقصرش عمر، الصواريخ ما تقصرش عمر، والطيران ما يقصرش عمر. اما عاد بالنسبه للدروس المستفاده والعبره بما حدث، فاحنا عشنا في الوهم ان الجند الاسرائيلي لا يقهر، ولما اختبرنا الجند الاسرائيلي وواجهناه لقيناه اطرى من قطعه الجبن زي ما بيقولوا. المهم ان يكون في اراده
وتجسدت فعلا الإرادة العسكرية وإرادة شعب مصر، وتحمل المشاق، والناس ربطت بطونها وعاشت من غير سكر ومن غير شاي ومن غير صابون، وكل شيء كان موجه للقوات المسلحة. والقوات المسلحة كانت عند حسن الظن بالشعب المصري، لأنهم هم جزء من أبناء الشعب المصري. فدائي 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 فدائي، أهدي العروبة دمائي وأموت أعيش ما يهمنيش، أموت أعيش ما يهمنيش، وكفاية أشوف عالم العروبة باقي باقي عالم العروبة.